هنتكلم اول حاجه عن الفيلر اللي تحت العين. اولا بالنسبه للعين بالذات، المشاكل اللي حواليها الدارجه اللي كل الناس بتلاحظها انه عندنا هالات. كل الناس تيجي تقول لك عندي هالات. طيب الهالات دي هل نتيجه لون بس على سطح الجلد، لون اسمر عامل لها الهالات؟ بتفرق جدا. ولا في تجويف جروف، في حفره كمان تحت العين؟ طيب البنت دي نظرها ضعيف شويه فبتضطر تلبس نظاره. عموما لبس النظارات احيانا بيزود شويه التجويف اللي تحت العين، فبيكون عندها قابليه انها يبقى عندها هالات، وده بيكون طبيعي. بس كل حاجه ولها علاجها. غير كل ده، سنها قد ايه اللي عنده الهالات ده؟ البنوته دي سنها قد ايه؟ صغيره؟ هل هيكفيها شويه مرطبات، شويه فيتامينات، شويه حقن بالميزو بالبلازما، ولا مضطرين نلجا للفيلر؟ اذا كنا مضطرين نلجا للفيلر ساعتها خلينا نقول ان وظائف الفيلر تحت العين بتكون كذا حاجه. طبعا بترد التجويف، بترجعه لوضعه الطبيعي، بتعمل على تفتيح طبعا اللون، لان هي بتنشط السيركيليشن، بتنشط الدوره الدمويه تحت العين طبعا. وده زي ما هو معروض دلوقتي للساده المشاهدين، في معانا صوره هنقدر نشوف قبل الحقن كانت الحاله عندها مشكله تحت العين، وبعد ما اتعالجت بالفيلر اللي هو يعني لازم العلاجي. طبعا العلاجي، احنا كده بنتكلم على الفيلر العلاجي مش التجميلي. النتيجه بصراحه ممتازه جدا يا دكتور. يعني انا هقول الحاله دي كانت عندها في زي انتفاخات بسيطه تحت العين، وطبعا اللون كان غامق شويه. الفيلر بيتحقن تحت العين بطريقه معينه، يعني لازم بيدخل من مكان معين، مش مجرد ان انا مش ما ينفعش يتحقن تحت العين دايركت ابدا، لازم بيدخل من منطقه، من نقطه معينه. وبيتملي المنطقه اللي بين العين والخد بطريقه بمعدل بسيط مش جامد. مع مرور الوقت بتوصل للنتيجه دي، ان حتى الانتفاخات بتكون شبه اتعالجت، لان الدوره الدمويه تحت العين اتعالجت، فبالتالي في تفتيح حصل نتيجه الفيلر اللي اتحط. بس الفيلر مش هو اصلا مفتح، هو وظيفته انه بينشط الدوره الدمويه تحت العين ويرد اي جروف، اي تجويف داخلي. فعشان كده تحسي حضرتك ان الانتفاخ اللي تحت عينها راح. طيب يا دكتور، هل في بعض الاخطاء الشائعه في موضوع حقن تحت العين ده؟ بعض الاخطاء ده كله اخطاء هو طيب عايزين نبين مشاكله يعني عشان يتجنبوا الاخطاء الصحيه اولا قبل ما تكون تجميليه. يعني هو اولا مش اي واحده هتحقن تحت العين، اللي اوريدي محتاجه هي بس اللي تتحقن بالماده زي ما بقول لحضرتك المناسبه ليها. اللي سنها صغير لازم تتحقن بالمواد اللي تناسب سنها. طيب سنها صغير بس في تجويف جامد، مش هيردوا غير الفيلر، مش مشكله، نعمل لها الفيلر العلاجي. ده ميزه الفيلر العلاجي عن اي نوع فيلر تاني. الفيلر العلاجي لما بيدخل هو نفسه بينشط الكولاجين. يعني مش مجرد انها حقنه فيلر ملت التجويف وردته، لا، هي كمان بتنشط الكولاجين الطبيعي بتاع تحت العين وبتاع المنطقه دي. فلما بتروح الحقنه بيفضل لسه في اثر نضاره، في اثر الكولاجين موجود تحت العين موجود، فبتلاقي ان انت الحفره اللي كانت موجوده مش هتروح حتى لو الحقنه مفعولها انتهى. وممكن تقعد فتره طويله ما تحتاجش تحقن تاني. موجود. انا في ناس عندي بحقنها سنه مثلا تحت العين، وفي ناس لا، مش سنتين ثلاثه، بحقنها مره والاقيها لا خلاص سنتين ثلاثه مش محتاجه، ولما بتحتاج تحتاج في منطقه ثانيه مش تحت العين. طيب يا دكتور، بما اننا اتكلمنا عن الحقن تحت العين، ايه الفرق بين حقن الفيلر وحقن البلازما؟ لا، فرق كبير. الفيلر من اسمه تفيل ان المنطقه اللي فيها تجويف بالظبط، اما البلازما هي منشط بس للكولاجين. البلازما ممتازه للسن الصغير، للحالات الخفيفه، وبرده للسن الكبير بتنفع، بس مش هنقول ان احنا نستعوض بيها عن الفيلر لو الحاله دي العلاجي. لو الحاله محتاجه فيلر مضطرين. اما السن الصغير ممكن البني ادم هو نفسه وشها لوحده وهو صغير بيعمل حاجه اسمها ريجوفينيشن طبيعي، ممكن يتجدد معاه وتتجدد خلاياه كل سنه، غير خالص السن الكبير.